خبرات تراكمية كبيرة لهذا المنتخب الذي نتمنى له كل التوفيق. إذن مشاهدينا الكرام، أعود إلى ضيفي الصحفي والناقد الرياضي محمد بوخرفان الحديث عن منتخب قدم كل شيء في دور المجموعات بالعلامة الكاملة، أدى وأبرز نفسه واصلا إلى الدوحة بكل ثقة وثبات. هل من الممكن أن نتحدث بأن هذا المنتخب سيكون هو الحصان الأسود على أقل تقدير بداية لمجموعته؟ تماما أوافق على هذا الوصف. بالنظر ورقيا المنتخب البلجيكي والمنتخب الكرواتي ورقيا أقوى من المنتخب المغربي، لكن التشكيلة الحالية والدينامية التي رأيناها داخل التشكيلة المغربية خلال الفترة الأخيرة ترفع من منسوب التفاؤل وتجعلنا نترقب مشاركة قوية. وليد الركراكي المدرب يعرف قطر جيدا، سبق له أن درب نادي الدحيل، خلق جوا أسريا داخل المنتخب. قبل أيام جاء إلى الدوحة للوقوف على الفندق، الاستعدادات، ملاعب التدريب، فبالتالي كل الأجواء الآن جاهزة لكي نبصم على نسخة قوية بحول الله. وأظن حتى اللاعبون الآن متحفزون بشكل كبير. رأينا خلال مباراة تشيلي الأخيرة هناك نفس جديد، هناك وتيرة، إيقاع، التفاؤل كما قلت مرتفع بانتظار تأكيد ذلك على أرضية الملاعب. طيب، هذا فيما يخص التحضيرات الأخيرة، ولكن دعنا نتحدث عن بداية التحضيرات، المعسكر الإعدادي، المباريات الودية التي قام بها المنتخب المغربي. كيف تقيم هذه التجربة بالنسبة للمنتخب؟ كما تعرف المنتخب المغربي في المرحلة الأخيرة شهد تغيير المدرب. كان وحيد خليل زيتش هو المدرب، ذهب فوصل وليد الركراكي. نسبيا التغيير جاء متأخرا، لكن أن تصل خير من أن لا تصل. وقع الآن التغيير. كما قلت لدينا لاعبون ممتازون يمرون بفترة قوية. نرى أشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان، مزراوي مع بايرن ميونخ، ياسين بونو مع إشبيليا، النصيري وإلى ذلك من بقية اللاعبين. فبالتالي جميع الظروف تقول وترفع من منسوب التفاؤل على أننا سنكون إن شاء الله حاضرين بانتظار المباراة الأولى ضد كرواتيا. ستعطي مؤشرات على هذه الدينامية التي خلقناها داخل المنتخب مؤخرا. التصريحات إيجابية القادمة من داخل المعسكر المغرب. المباراتين الأخيرتين ضد كل من الشيلي والباراغواي كانت بنفس، كما قلت كانت بنفس جديد عكس ما كنا نراه مع وحيد. أتمنى ونتوقع في نفس الوقت أن نكون في الموعد إن شاء الله في دوحة الخير بإذن الله تعالى. طيب، لما نتحدث عن قائمة الأسماء والتوليفة التي وضعها الكابتن وليد، هناك مجموعة من اللاعبين يلعبون في الدوريات الأوروبية، بعضهم يلعب في الدوريات العربية، فإلى أي مدى تلاحظ الانسجام على اللاعبين، خصوصا بأن كان البعض منهم لا يزال منخرطا في الدوريات الأوروبية؟ كما تفضلت، يعني هذه التوليفة أن اللاعبون سيصلون هم في جاهزية كبرى، لأنهم يعني مباشرة اليوم آخر مباريات في الدوريات الأوروبية، وبعد أسبوع ستنطلق إن شاء الله صافرة بداية كأس العالم. هذا يجعل اللاعبون كما نقول في الفورمة، سيلعبون بنسق عالي. مؤخرا التشكيلة التي نادى عليها وليد وبإجماع الخبراء منطقية إلى حد كبير. حاول أن يستدعي أفضل العناصر المتوفرة لديه في الفترة الحالية والتي تمر بمرحلة جيدة. عودة عبد الرزاق حمد الله بعد غياب طويل من المنتظر أن تعطي نفسا جديدا للهجوم. فأيضا عودة مزراوي، عودة زياش الذين يعني غابوا لمدة وجود وحيد، فترة وجود وحيد خليل زيتش في المنتخب. فبالتالي هذه التوليفة أفضل ما هي موجود الآن على الساحة. سنتحدث أكثر وبإسهاب أكثر عن هذه التوليفة وعن هذه الأسماء مشاهدينا الكرام. واستكمالا لهذه التغطية ينضم إلينا مباشرة الآن من مقر إقامة المنتخب المغربي مراسل قنوات الكأس الرياضية نور الدين آية علي. نور، بعد التحية، كيف تبدو الأجواء والترتيبات المصاحبة لاستقبال أول المنتخبات العربية المشاركة في المونديال فيفا قطر 2022؟ ننتقل إلى مراسلنا أمين السبتي من مقر إقامة المنتخب المغربي. أهلا بك معنا أمين. إذن أمين، حارث أصيب أمس وكذلك أنباء عن غياب زكريا بوخلال. برأيك هل هذا سيؤثر على المنتخب وما هي الأصداء هناك؟
اهلا بك خلود وبك علي وبكل مشاهدي قنوات بين سبورتس. اولا بالنسبه لزكريا بوخلال فاموره جيده، ليست هناك مشاكل، عانى من بعض الالام في السابق لكنه سيكون جاهزا في الايام المقبله. بالنسبه لامين حارث والاصابه الخطيره نوعا ما التي فهمنا خطورتها من رده فعل اولا امين حارث نفسه وهو مستلقي على ارضيه الميدان، وايضا من زملائه الذين كانوا يطالبون الطاقم الطبي للقدوم بسرعة لإسعاف أمين حارث. هذا الصباح تواصلنا مع مصادرنا داخل المنتخب، لا زال الطاقم الطبي للمنتخب المغربي ينتظر الفحوصات العميقة لحارث مع ناديه قبل إصدار أي بيان، لكن المؤشرات الأولى تقول إن إصابة أمين حارث على مستوى الركبة ربما قد تبعده من خوض نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022. هو من بين العناصر المجربة والعناصر الجيدة التي تتوفر على إمكانيات كبيرة، وكان ضمن المنتخب المغربي الذي شارك في روسيا 2018، حتى أنه كان أفضل لاعب في المباراة الأولى أمام المنتخب الإيراني آنذاك. لاعب يقدم مستوى جيد جدا رفقة مارسيليا هذا الموسم، تقريبا لعب جميع المباريات بين الدوري ودوري الأبطال، لعب 16 مباراة، 10 على مستوى الليغ 1 و6 مباريات في دوري الأبطال. في هذه المسابقة الأعرق أوروبيا مرر 3 تمريرات حاسمة وسجل هدف، وكان بأداء جيد جدا منذ بداية الموسم. وبطبيعة الحال إمكانية غيابه قد تشكل أو قد تؤثر إلى حد ما على أفكار وليد الركراكي الذي كان يضع أمين حارث من بين أبرز اللاعبين الذين يمكن أن يعول عليهم، خصوصا على وسط الميدان الهجومي أو حتى هجوميا. نعم أمين، أنت تواكب تجهيزات مقر الإقامة لاستقبال المنتخب المغربي، وصل عدد من اللاعبين، كيف هي التحضيرات إلى حد الساعة؟ بما أن شعارنا أول من يصل وآخر من يغادر، يوم أمس تقريبا كنت آخر المغادرين من أمام مقر المنتخب المغربي. شاهدت بأم عيني وصول عبد الرزاق حمد الله بالإضافة إلى 7 لاعبين جاءوا مع البعثة المغربية من الرباط. وفي ساعات متأخرة من يوم أمس وصل عدد من اللاعبين، شديرة، نايف أجرد وعبد الصمد الزلزولي وعدد من اللاعبين. ومن المنتظر اليوم أن يصل لاعبو الدوري الإسباني وأيضا الدوري الفرنسي زياش وأيضا أشرف حكيمي سيصلان اليوم. بالنسبة للأجواء، أجواء كانت جد حماسية يوم أمس كما تمكنتم من مشاهدة من خلال الصور. استقبال كان حماسي لتقريبا 100-150 من الجالية المغربية التي كانت ترغب في تقديم استقبال يليق بالبعثة المغربية، لعله يرفع من معنوياتها لتقديم بطولة جيدة. أيضا على مستوى إدارة الفندق كان هناك استقبال رسمي بالرايات والأعلام والأهازيج الشعبية المغربية، كل هذا لتوفير جو جيد وملائم للبعثة المغربية كي تركز فقط على عملها المنتظر. بالنسبة للتدريبات اليوم، سيقوم المنتخب المغربي أو الموجودون أو المتوفرون حاليا مع وليد الركراكي سيجرون تمريرا خفيفا في مركز التدريبات بنادي الدحيل على أن تلتحق أو تكتمل المجموعة اليوم مساء قبل أن يبدأ وليد الركراكي في التفكير في التدريب وأيضا في المباراة الودية التي سيجريها في الشارقة الإماراتية يوم 17. وكما أشرنا سابقا لازلنا نبحث في إمكانية إجراء مباراة أمام نادي الدحيل. ليس هناك أي شيء رسمي، لكن هناك حديث عن إمكانية إجراء هذه المباراة لمنح وليد الركراكي مزيد من الوقت لتجريب عدد من الأساليب وإعطاء فرصة أيضا لعدد من اللاعبين قبل بداية البطولة رسميا بالنسبة للمنتخب المغربي يوم 23 أو 23 من هذا الشهر في استاد البيت أمام منتخب كرواتيا. نعم، شكرا جزيلا لك أمين السبتي، كنت معنا.